السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جرب واكتشف مع نوال. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كي دايرين مع هذا الجو السخون؟ نتمنى يا ربي تكونوا كدوزوا الصيام ديالكم ورمضان ديالكم في افضل الظروف. وشكرا، بغيت اول حاجه نشكر الناس اللي كتدعمني، شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، شكرا على البارطاج ديال لي فيديو وبصحتكم وراحتكم الوصفات اللي جربتوه وعجبوكم. والناس اللي كتزور القناه اول مره ديروا دويره في القناه، راه كاين بزاف الوصفات السهله والمميزه. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني، فعلوا الجرس وبارطاجيو القناه باش تشجعوني اكثر نحط وصفات. اليوم جبت لكم عجينه وحده غادي نحضروا بها المالح والحلو للفطور وحتى للسحور الا بغيتو. كتجي خفيفه بزاف، عجينه سحريه ناجحه، مقادير مضبوطه. كما قلت لكم غادي نحضروا بها 3 ديال الانواع ديال الفطائر، شنيك او بريوش حلو، وغادي نحضروا بها لي شوسون اللي غادي يكونوا مالحين بجوج ديال المذاقات. كيجيو رائعين لا في المذاق ولا في الشكل. حضروهم الوليدات ديالكم والناس اللي عزازين عليكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اذا اول حاجه نحتاجوها ناخذ حبه ديال البصله، غير بصله وحده فقط. غادي نحاول انني نقطعها رقيقه ونشلضها مزيان. تقدروا ديروها في الاشواغ كما تقدروا تقطعوا غير هكا رقيقه. غير هي انا جربت طريقه بجوج، منين كنقطعها هكا بشلضها يعني في القطاعه كتكون افضل من ديال الاشواغ، كتجي طريفات صغيورين وما كتلقش نهائيا الماء. من بعد ما كنوضع هاد الحبه البصله في المقله، كنضيف ليها جوج ديال الفصوص ديال الثوم اللي محكوكين، وكنضيف الملحه على حسب الذوق، وكنزيد شويه ديال الفلفل الاسود وشويه الزيت اللي غنشحر فيه الحشوه ديالي. هنا البصيله راها كتوجد، انا خديت هنايا صدر الدجاج او لادند اللي انا مرقداه قبل في الملحه والحامض والسكينجبير وغسلته وقطرته وخديته كنقطعوه كما شفتوا على قطع صغيره، وكنبدا نشحر البصله ديالي. اذا البصله تكون النار متوسطه، يعني ما تكونش مرتفعه بزاف، ونخلي داك البصله حتى تنزل ليا مزيان وتبدا تحمر واحد شويه. عاد كنضيف ليها داك صدر الدجاج. بالنسبه للصدر ديال الدجاج او لادند ديروا الكميه اللي بغيتو، ديروا تقريبا واحد الرابعه او على حسب عدد الافراد. ملي كيقرب تجي يوجد كنوجد هنا واحد الصلصه اللي فيها 2 معالق ديال المايزينا، معلقه ديال صوص صوجا، غادي نضيف ليها معلقه ديال الكيتشوب، وانا هنايا ضفت تقريبا نص كاس ديال الماء. نتوما ضيفوا كاس ديال الماء. الا كانت عندكم نفس الكميه ديال لادند اللي حضرت انا، من الافضل ديروا كاس ديال الماء. باش انا غنقول لكم علاش. غنخلطوا هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم. هنا لادند ديالي راه قرب يوجد. من بعد ما كيتحمر وكيتشرب يعني حتى كتبقى غير الزويته فيه، كنضيف واحد نص معلقه ديال الموطرد، وكنضيف داك الصلصه. الا بغيتو تجيكم لاصوص خاتره ديروا كاس ديال الماء باش يبقى لكم. انا هنا درت غير شويه د الماء، على ما جيت نشحر لقيت داك المايزينا عقدات، يعني ما جاتنيش داك لاصوص خاتر. هنا طفيت عليها النار مباشره وكنحك ليها واحد شويه د الزعتر. انا من عشاق الزعتر كيعجبني في الحشبات. كنضيف 3 ديال الكيسان هنا في الكاسرونه، درت 3 ديال الكيسان د الماء مع كاس د الحليب، كنسخنهم حتى كيوليو دافين، وكنضيف ليهم 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات و2 معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، وكنضيف ليهم ايضا 2 كيسان ديال الدقيق. درت 3 ديال الكيسان ديال الماء مع كاس الحليب، ضفت لهم 2 كيسان دقيق و2 معالق ديال السكر مع 2 معالق ديال الخميره. وغنخلط هاد المكونات ونغلفهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يختمروا تقريبا 5 حتى ل 10 دقائق. دابا الجو سخون راه غير 5 دقائق تلقاوها تفاعلت ولات على هاد الشكل. كنضيف ليها كاس مخلط ما بين الزيت النباتيه والزبده مذوبه، بيضه، غنضيف ياغورت طبيعي بدون سكر، وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنخلط. بالنسبه ملي كنت كنضيف الدقيق راه مشى لي المقطع اللي ضفت فيه 2 معالق ديال الملحه. انا هنا العجين حضرت كميه كثيره، الا بغيتوا الكميه قليله غادي ديروا نص المقادير، يعني غادي ديروا نصف الكميه، ما غديروش هادشي اللي درت انا كامل، يعني كاس ونص د الماء مع نص كاس ديال الحليب، وغتضيفوا نصف المكونات اللي غتلقاوهم عندي مسجلين في صندوق الوصف. صافي كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. انا ضفت هنايا 10 تقريبا 10 ديال الكيسان.
2 في الاول و10 في الاخر، يعني تقريبا 12 الكاس. كنحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه ولكن خفيفه كما شفتوا في الصوره. غنردها للبول وغنخليها حتى تختمر مزيان. غندوز باش نحضر كريمه اللوز اللي درت فيها 100 غرام ديال اللوز كما كتشوفوا، تقريبا واقيلا 4 ولا 5 ديال المعالق. اللوز انا اللي خديته نقيته وحمرته شويه وطحنته. كنضيف ليه 100 غرام ديال السكر حبيبات وساشي ديال الفاني. وهنايا درت 100 غرام ديال الزبده مع بيضه، وغنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه للكريمه ديال اللوز تقدروا تعوضوها بالكريم باتيسير الا ما توفرش عندكم اللوز. وبالنسبه للوز تقدروا تخدموا باللوز بودره اللي كيكون منقي، يعني اللي كيتباع جاهز. العجينه ديالي من بعد ما اختمرت مزيان راه ما خداتش مده طويله، غير الوقت اللي حضرت فيه الكريمه ديال اللوز كانت العجينه واجده. صافي هنايا قطعتها على 2 قطع، النصف غنديروا حلو والنص الثاني غنديروا مالح. بالنسبه للنصف اللي حلو خديت داك العجينه ديالي شكلتها على شكل كرات، ديروا العدد اللي بغيتو، وكنبدا نديرهم على شكل دوائر صغاري. كنطلق بالمدلك بطبيعه الحال بالمساعده ديال الدقيق الابيض. غنشكلهم كاملين نفس الحجم، يعني دائرات قد. من بعد ما كنتهي كنبدا بالدائره اللي كتكون كبيره في الاسفل، وكنبدا ندهن لها الزبده. ديروا الزبده ديال التوراق اللي ذوبتها حتى شكلت القطع ديالي كاملين. غادي نغطيها وغادي نخليها الوقت اللي غادي نوجد فيه الخليط لي شوسون المالحين. هنايا العجينه ديالي غنشكلها على 2 ديال الكرات، وغادي نوضعها في الدقيق كما شفتوا. صافي غادي نشكلها كره، غنغطيها، والكره الثانيه غادي نبدا نخدم بها. غادي نطلقها كتكون ارتحت واحد شويه، كنبدا نطلقها بالمدلك على هذا الشكل هذا حتى كتولي رقيق. انا خديت هنايا دائره قطاعه، دائره كبيره من الحجم الكبير. تقدروا تخدموا بالزلافه الا بغيتوا لي شوسون يجيوكم فحال ديالي، يعني كل الحجم ديالهم كبير. كنطلق بالمدلك هي الجوانب، كنرقق داك الجوانب واحد شويه باش ما يجيونيش غلاضين. صافي وكنوضع الحشوه ديالي مع شويه ديال الفرماج وكنطوي. من بعد ما كنطوي كنلصق مزيان وكنبدا نلف داك العجين. الا بغيتو داك المنيضر تقدروا ديروا غير الفورشيت، المهم اللي بغيتو داك الشكل هكا. يعني كناخذ العجينه ديالي وكنبدا نطويها بالاصبع. غنكرر معكم العمليه كما قلت. انا داك الدوائر راني رققت لهم الجوانب ديالهم، يعني ما خليتهمش غلاضين، خليت لي غليظ غير الوسط، وكنبدا نقاد وكنلف الجوانب على هذا الشكل. صافي كنوضعهم في اللاطه اللي انا فرشها قبل ورق الطبخ. انا غير عمرت اللاطه الاولى، صافي دهنتها بالبيض وكنت شاعله الفران كيسخن. صافي هنايا درت صفر البيض مع شويه ديال الحليب، وغادي ندهن هاد لي شوسون اولا الفطائر ديالي بصفر البيض مع داك الحليب، وغندخلهم الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه، شاعله عليهم من الاعلى ومن الاسفل. بالنسبه للفرن كهربائي تقدروا تستعملوا المروحه. فرن غاز غديروا بحال غطيبوا الكيك، ديروا لي شوسون ديالكم الفوق، ملي يتحمروا لكم من الاسفل تهبطوهم يتحمروا من الاعلى. هنايا العجينه اللي بقات ليا درتهم شوسون بالفرماج، درتهم على شكل وريضات. كناخذ نص فرماجه وكندير دائره على دائره، وبنفس الكيفيه كنبدا نطوي داك الجوانب ديال العجين، وكتعطيني هذيك الشكل بحال وريضه او لا شميسه. هاد العجينه الا بقات لكم وما تسالات لكم الحشوه تقدروا ديروا بها حتى لاباط ديال البيتزا. هنا لي صوصون ديالي ديال الفرماج دهنتهم بالصفر ديال البيض، درت لهم شويه ديال الزنجلان من الفوق وغندخلهم حتى هما للفران. العجينه ديالي انا دخلتها للثلاجه باش ما اختمراتليش بزاف. بالنسبه ديال البريوش درتها في الثلاجه وخليتها ارتاحت الوقت اللي حضرت فيه لي صوصون ورجعت ليها. طلقتها على شكل مستطيل اللي كيكون كبير كما كتشوفوا الحجم ديالو كبير. كنوضع داك الكريمه ديال اللوز. انا كنكرر تقدروا تعوضوها بالكريم باتيسير، يعني ديروا السيطرو ديال الحليب مع 4 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير، 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير و4 المعالق كبار ديال السكر وصفر بيضه، وتخدموا بها، طيبوها وتخليوها تبرد وتخدموا بها. صافي كندير غير النصف ديال العجين اللي كندير ليه الكريمه، والنصف الثاني كنديرو في الفوق منه. صافي وكنقطع شرائط اللي كتكون على هذا الشكل هذا، كنرجع نقطعها رقيقه وكنلف. وانا كنجر العجين عندي باش كيزيد يطول ما كتجينيش العجينه غليظه، وكنلفها بحال شكل لي شنيك اولا بريوش على هذا الشكل. نكرر معكم العمليه. كنقطع الشريط
كنبدا ندورو من جهات بجوج، يعني كنلف من هنا ومن هنا بالمساعده بطبيعه الحال الدقيق باش ما يلصق لكمش في سطح العمل لان فيه الكريمه د اللوز. صافي حتى كنشكلهم، من بعد ما كنشكلهم مباشره كندهنهم كندهنهم بالصفر ديال البيض وكندخلهم الفران على نفس درجه الحراره اللي طيبت عليها لي شوصون ديالي. من بعد كاضافه انا خديت هنا طريفات ديال الفريز اولا الفراوله وقطعتهم وكنديرهم فوق داك لي شنيك اولا داك لي بريوش ديالي، ودرت حتى الزبيب اللي كنت دايراه يعني في الزكتوشي شويه رطبته في الماء، كنزين بشويه ديال اللوز ايفيلي. هادشي كله اختياري وصافي وكندخلهم الفرن. هادو هما لي شوصون ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران سخانين. غادي تشوفوا معايا كيجيو خفافين فحال القطن رطبين وكيجيو مقرمشين في الاول. شوفوا داك الحشوجات فعلا لذيذه والعجينه نهائيا ما كاينش العجينه، كيجيو خفافين بزاف والمذاق ديالهم كيكونوا لذاذين. هادو لي شوصون اولا الوريضات اللي حضرت بالفرomage، شوفوا كيجيو من الداخل. شوفوا ليا داك الفرomage لداخل، تقدروا ديروا حتى الجبن اولا الفرomage محكوك اولا موتزاريلا اللي متوفر عندكم، كيوجدوا بسرعه وكيعجبوا الوليدات الصغار، كيجيو بنانين بزاف. ننصحكم انكم تجربوهم، انا متاكده انهم غيعجبوا الوليدات ديالكم. وبالنسبه للتقديم انا درت لي شوصون شويه ديال الفرomage محكوك مع شويه طريفات ديال المعدنوس هي للتزيين فقط. شوفوا كيجيو محمرين خفافين بزاف بزاف. جربوا العجين ما غاديش تندموا، انا متاكده ان النتيجه غادي تعجبكم لان انا براسي عجبتني هاد العجينه هذه وليت معتمداها في بزاف ديال الوصفات. كما قلت لكم لاباط ديال البيتزا تقدروا تخدموا بها هادشي، تقدروا تخدموا بها بزاف ديال الحوايج. لي بريوش من بعد ما خرجتهم من الفران كندهنهم، انا دهنت بالعسل العزيز عليا، العسل ما كنبغيش المذاق ديال الناباج، تقدروا ديروا لهم الناباج من الفوق. درت لهم انا العسل وهذا هو الشكل ديالهم. شوفوا لي على النخوه، شوفوا على الشكل شحال زوين، داكشي راقي. اما البنه ما نقول لكمش، داك الكريمه ديال اللوز كتجي لذيذه بزاف مع داك المذاق ديال الفريز وديال الزبيب واللوز ايفيلي من الفوق كيعطيو واحد المذاق ما نقول لكمش. يا سلام، تحضروهم من الفطور اولا السحور مع كويس ديال العصير اولا تحليه ولا فلون، كيجيو رائعين. انا ننصحكم انكم تجربوهم، لا بالنسبه للمالح ولا الحلو. هنا غادي نشارك معكم تشوفوا معايا كيجاو من الداخل. انا خليتهم حتى بردوا مزيان، يعني ما قطعتهمش هما سخانين، خليتهم حتى بردوا. غادي تشوفوا الطريقه اللي كيجيو فيها، شوفوا معايا. تقدروا تحضروا بها ماشي غير لي شنيك، بان سويس، اي فطائر حلوين تقدروا تحضروهم بهاد لي بريوش كيجيو رائعين. جربوا الوصفات بجوج انا متاكده اولا بثلاثه فيهم، انا متاكده انهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. هكذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو كما ديما ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب وتخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. واللي كيزور القناه اول مره مرحبا بكم معنا، ديروا دويره في القناه، راه كاين بزاف د الوصفات السهله والمميزه. الا عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، ودمتم في رعايه الله وحفظه.